بالنسبه للاخوه لهاد السلاله هذه راه تعتبر من احسن السلالات، يعني من حيث المناعه. يعني المناعه احسن ما كاين في المناعه هي هاد السلاله هذه. يعني نقدر نقول لك الا خرجتي 900 فلوس يعني غتعيش عندك 900 حبه. الا مات لك يموت لك واحد 10 ولا شنو هما، يعني بسبب اخطاء في التربيه او ربما يعني مشاكل في يعني في يعني في الجنين. هادو هما الاسباب الوحيده لوفاه هاد الطائر هذا. منع اللهم بارك. بالنسبه للقراقه يعني ما كتقرقش تقريبا مليون في المية، ما كتقرقش. يعني كتلقى واحد البياسه، نقدر نقول لك بياسه في 200 بياسه ولا 200 ولا 300 بياسه اللي تقدر تقرق لك. يعني هادشي اللي نقدر نقول لكم بالنسبه لهاد السلاله هذا. بالنسبه للانتاج ديالها البيض اللهم بارك، يعني 70% طيله السنه، 70% طيله السنه. يعني عندك 100 دجاجه يعني غتاخذ 70 بيضه تقريبا طيله السنه. عندك 1000 دجاجه غتاخذ تقريبا 700 بيضه طيله السنه. انتاجيه اللهم بارك. بالاضافه الى هذا ان الاستهلاك ديالها العلف يعني كيكون قليل بالمقارنه مع السلالات الاخرى مثل الاسترالوب، الرود ايلاند، نيو هامشير، السوسكس، الاندلسي. يعني كاع السلالات تعتبر من السلالات المنتجه للبيض والمنتجه للحم، وهي يعني ثقيله في الاوزان، كتستهلك كميه كبيره من الاعلاف. بينما سلاله الفيومي هي سلاله خفيفه الوزن. يعني الفروج ديالها اقصى ما عنده هو انه كيوصل كيلو 700 كيلو 800 كيلو 600. يعني هذا اقصى ما كاين، اقصى يعني واخا يبقى عندك حتى 3 سنوات. ولكن بالنسبه للخدمه ديالو راه ممتاز. يعني انا عندي ان شاء الله غنشارك معكم فيديوهات ديال الفروج. فروج في عمر 3 اشهر، 3 اشهر 10 ايام كيوصل الوزن ديالو لكيلو و700 غرام. يعني كيلو ونص وشويه، كيلو 700 غرام، كيلو 800 غرام ان شاء الله. دابا نشارك معكم ان شاء الله فيديو ديال البيع ديالو. يعني كنبيعو انا بالجمله بالكيلو. يعني مشروع ناجح 100% ان شاء الله. نقدر ندير لكم ان شاء الله واحد دراسه جدوى مفصله لهذا المشروع هذا ديال تربيه دجاج الفيومي لانتاج البيض، بيض المائده او البيض المخصب، وايضا لانتاج ديوك يعني لانتاج اللحم. هذا فيما يخص دجاج الفيومي. بالنسبه ليا راه يعني الاخوان اللي بغى راه كندير جميع يعني كندير البيض، كندير الفلوس، كندير العتوقه. يعني في اي مرحله بغيتي تاخذ السلعه راه مرحبا بك. السلام عليكم الاخوان. متوفره هاد 200 نتوه ديال الفيومي الذهبي الحر. يعني كنهضر على نتاوي ديال الفيومي الذهبي الحر. شي بياسات راه فيهم راه ماشي معاهم، المهم بيض ديال الخريط كان معاهم وصافي. شي بياسات اللي هما قلال. كنهضر على النتاوي ديال الفيومي الذهبي الحر. العمر تقريبا دابا 3 اشهر ونصف. يعني باقا لهم واحد 20 يوم تقريبا ويرشموا البيض. العدد تقريبا كاينه 200 بياسه، كاينه 200 بياسه ديال الفيومي الذهبي الحر كما كتشاهدوا معايا. يعني الاناث راهم في صحه جيده، يعني احجام ممتازه.